ولا مغرور ولا ثقه ولا الكلام ده كله، ولا مغرور ولا بيتعلى على الكوره ولا الكلام ده كله. لا ما بيتعلاش على الكوره. لا مش محتاجه حاجه يعني. مين اجمد منك؟ يعني ايه مين اجمد؟ مين لعيب اجمد من قفشه؟ في مكان يعني؟ دلوقتي؟ لا مفيش حد. انا بكلمك بصراحه، انا احسن لعيب في مصر السنه دي. في مركز 8 ولا مركز 10؟ في مركز 10. في مركز 10؟ انا احسن لعيب في مصر السنه دي. ارجع الماتشات كلها اللي انا نزلت فيها. انا مستواي ثابت الحمد لله ومركز. 10 دقايق. تفتكر الناس شايفه اللي انت شايفه؟ مش بتاعتي، كل واحد له وجهه نظر، في ناس بتشوف لعيب تاني، في ناس بتشوف، كل واحد له وجهه نظر طبعا. اخدت كام مباراه افضل لاعب؟ لا ما بحسبهاش كده. احسبها، انا لسه قايل لك في مصر. اذا كان انا اخدت في ماتش كاس مصر بتاع السوبر، كاس مصر بتاع الزمالك في السعوديه، انا جبت جون وعملت اسيست، وامام خد احسن لاعب. يعني كنت انت عايز تاخد احسن لاعب؟ لا هو الحقيقه والصح انا احسن لاعب. لكن امام خدها عندي فانا هو واحد. امام اخويا فانا هو واحد، والمهم اللي هي ما تطلعش من الفرقه بتاعتنا. ماشي. بس انا بكلمك في حقيقه. ماشي. بس هو لعيب لعب 10 دقايق جاب جون وعمل اسيست، خدت بطوله. طيب بس ده النهائي ده كان في السعوديه. مالهاش دعوه، ما هو المراقب كان من مصر. والله ما بقلل من حد. مستقصدينك يا قفشه؟ والله ما بقلل، مش مستقصدين ان انا. هي هنا الفكر هنا. ايه بقى؟ يا جدع، ما برضه امام عاشور جاب جون وعمل اسيست، حب الخير لغيرك، وبعدين انت نزلت 12 دقيقه، هو قاعد عمال يجري الماتش كله وجاب جون وعمل اسيست، وجونه اللي فتح الماتش. مش كده، استلاكوا لا تهلكوا. امام عاشور اكيد هيبقى عليه لغط كبير، انتقل بطريقه غريبه جدا، وكان زملكاوي جدا وبتاع، فجاه بقى في الاهلي وبيحب الاهلي وبيغني اغاني الاهلي، فطبيعي مش طبيعي. كهربا كان مشكله وقضيه بقى لها 3 4 سنين وفلوس وهرب وعليه قضيه، وبعد كده دفع الفلوس لغط كبير. بس مش هل المفروض دلوقتي خلاص ان الصفحه دي تتقفل؟ يعني خلاص، يعني مشكله كهربا خلصت، وامام لعيب في الاهلي وكهربا لعيب في الاهلي وخلاص، يعني الناس شغاله. المفروض ان هي يعني يبقى حتى من مصلحتهم ان الموضوع يتقفل. بالظبط. يعني انا لو انا بنصح كهربا وبالذات كهربا، هقول له يا ابني خلاص، انت خلاص الصفحه دي عدت. يعني المشكله عدت، انت بقى خلاص العب وما تحطش نفسك في وسط نقاش ان انت تبقى يعني الهيدلاينز اللي متاخده عليك لاسباب مش فنيه. يعني هو في النهايه اهم حاجه لعيب الكوره ميدو يبقى نجم في الملعب اكتر ما يكون نجم في التلفزيون. انه يتقاضى مبالغ في الملعب، مش يتقاضى مبالغ في البرامج. يعني انت ليه؟ بس كل اللعيبه بتتقاضى يعني عيله الزمالك واخده مقابل. لا انت مش فاهمني برضه. بقول ان انت فرحتك ان انت تتقاضى مبالغ في الملعب من ادائك. يا جدع انت ما تعقل الكلمه، ما هو النيله لعيب الكوره ده لازم يبقى نجم في الملعب عشان يجيبوه في التلفزيون. يعني هم يجيبوه في التلفزيون ليه؟ يعني عشان خاطر بيعرف يقور الكوسه كويس؟ نجيب صلصه منين تكفي الكوسه اللي احنا فيها دي؟ كابتن خالد كويسه جدا، انا اعرف كابتن خالد من 4 سنين مثلا. كنت على طول بتواصل معاه وبيتواصل معايا، وقبل ما يجي اللي معانا الفريق الاول كنت دايما بتكلم معاه وبيتكلم معايا، كان على طول بينصحني بصراحه. لكن هو بصراحه انا شايف ان هو بيقوم بدوره، بس هو مدير الكوره ما بيبقاش باين قوي، فاهم؟ يعني مش كل حاجه بيعملها بتبقى واضحه. تحس انه برضو يعني ان هو اكتر واحد الناس جايه عليه شويه. يعني هو مش هيمسك الكوره وقاعد على الدكه عشان الناس عشان ينزلها، صح كده ولا ايه؟ ايوه ما ينفعش طبعا. اللقطه بتاع الكابتن سيد عشان كان في نهائي افريقيا وماتش، فده ما بيحصل، لكن انت في مصر مش هتفكر التفكير ده. وفي نقطه كمان مهمه انا بلاحظها، اذا كسب الاهلي فمحدش بيجيب سيرته. محدش يجيب سيرته. يعني كسب الاهلي بطولتين اذا حصل غرامه ولا بتاع كابتن خالد، لا الاهلي تعادل ماتش الاقي الترند رقم 1 كابتن خالد بيبو. ما دي حاجه غريبه برضو، خليني ابقف. انتوا كلعيبه عارفين ان انتوا عندكم دور ان انتوا تدعموه وتقووا بعض. انا عارف ان هو في منصب قوي، ان هو مدير كوره واخد دعم كبير من مجلس الاداره، من الكابتن محمود الخطيب وله وضعه، لكن انتوا بتشوفوا وبتسمعوا. ما بتسهلولوش المهمه؟ لا بنسهل له طبعا. يا جدع ده تخلي بيبو اول واحد هيتجرد منه انت الرحمه حلوه. انا رايي ان عبد الله كان لازم يروح المنتخب بصراحه. ليه؟ لان الوحيد في مصر يا كابتن اللعيب اللي نمره 8 بيكون بديل امام عاشور. لو امام عاشور حصل له حاجه هو عبد الله. صح والله ما في حد تاني. يعني انا لما بقعد افكر النهارده مين اللعيب النهارده يعني لو امام لا قدر الله، لو امام ده لاي سبب من الاسباب مش موجود، يعني لا اي سبب. بص يا ميدو،
انا شايف ان كابتن حسام غلط غلط كبير جدا. اما فتوح كان لازم يضم عمر كمال وعمر جابر او عمر جابر. بص، طالما عندي باك رايت وفي حلول للباك رايت، عمر كمال موافقك برضو. عمر كمال بيلعب باك رايت وباك ليفت، فكان لازم عمر كمال يبقى موجود. انت دلوقتي طب ليه مش عمر جابر؟ يعني عمر جابر برضه عمر كمال انا معاك وعمر جابر واحد فيهم دلوقتي. طالما فتوح متعور، لو هو مش هيلعب، انت متاكد انه مش هيلعب؟ شباب في محاولات لتجهيزه يعني بس هو نادي الزمالك اعلن ان هو عنده اصابه، يا رب يلحق لان فتوح مهم. لان فتوح مهم بس انا قصدي ايه، ان لازم يكون في واحد عنده خبرات دوليه. نبيل كوكا هتعتمد عليه مثلا او هتلاعب لعيب؟ لا، وحتى لو لعب يا كابتن وهو يعني مش جاهز، انت برضه لا قدر الله عندك مخاطره ان اي وقت يبقى بالظبط. فكان لازم يكون موجود. عبد الله السعيد اعتقد خلاص طالما ما انضمش الماتش بوركينا خلاص دوره انتهى بقى، كان مع المنتخب يعني، فما نقعدش نفكر. عبد الله السعيد دوره انتهى، مش بس مع منتخب مصر، كمان مع نادي الزمالك. راجل 10 ماتشات ما شاطش غير شوطه واحده على جول. 20 شوط ما شاطش غير شوط. لا يسدد، لا يمرر، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انزل يا زميلي، انزل يا زميلي، اتاكد بسرعه انك مدينا لايك متين على اديداس ما هو طويل، ومشترك في القناه وما الجرس في الكل. لايكات وادينا النهارده الجرس في الكل والشير على في كل مكان. ولا بينا نشوف عايز اسمعك ايه. هو مش قرن ولا هو تنك ولا هو فزلوك ولا هو ده. هو ده طبيعته، مش هيتغير. يعني قولوا اللي انتوا عايزين تقولوه والله. ده طبيعه. ده طبيعه. منعم ولا مغرور ولا ثقه ولا الكلام ده كله، ولا مغرور ولا بيتعلى على الكوره ولا الكلام ده كله. لا، منعم ثقه، ما بيتعلاش على الكوره. لا ما بيتعلاش، وعنده ثقه وعنده امكانيات وعنده ثقه في نفسه، فعارف هو بيعمل ايه. صحيح. طب خليني برضو افهم منك، يعني في الفرقه لعيبه كوره حلوه، يعني عبد القادر لعيب كوره حلو طبعا، ممتع طبعا. في اسماء كتير بقى عشان ما بقاش. في ناس كتير قوي. في مين اكتر حد بتحب كورته في الفرقه؟ في ناس كتير. قول لي يعني. انا بحب العب مع امام. بحب العب مع السوليه. اوكي. بحب العب مع كهربا. ماشي. احب العب مع علي معلول. بحب العب معاهم كلهم، بس بكلمك في ناس معينه. نفسك علي يكمل؟ طبعا. ولا زيك فين يا علي، وانت في العين والقلب يا علي. لسه ما اعتزلش، انت عايزه يعتزل ليه؟ اذا كان انت اعتزلت وزعلت من الناس اللي زعلت ان انت عايز ترجع، يعني ابدا بنفسك. فهمت قصدي يا ميدو؟ يعني ما تطالبش غيرك بالاعتزال وانت اتحطيت في نفس الموقف. كابتن خالد انت فهمت قصدي؟ طبعا فاهم قصدك. مهما اتكلم مين ومهما قال ايه، شيكابالا اسطوره وسيظل اسطوره، وشيكابالا لعيب كبير قوي، وهو اللي ليه الحق ان هو اللي يقول انا هوقف. الاسطوره على فكره مش بيكمل مباريات اللي لعبها مع لا خالص ولا بالبطولات اللي خدها. الاسطوره مواقف يا كابتن. الاسطوره بتبقى مرتبطه بارتباط اللاعب بالجمهور. صحيح. ارتباط اللاعب بالجمهور. صحيح. نروح شيكابالا قائد الزمالك الاباتشي. شيكا. نروح للسؤال اللي بعده. بص يعني انا اللي مستغربه بس الناس حاجه، هو امام عاشور يا ميدو ما كان بيعيط في نادي الزمالك ورغبته رهيبه في الاحتراف، حلم حياته. بعد شهر ونص رجع مصر، جاب جون في سبورتنج لشبونه. هنا السؤال، انت مش بتقول الامام احسن لعيب؟ طب قول لي الاول نعم ام لا عشان اخد بس منك الكلام ده الاول. اكيد نعم طبعا. زعلت ان اللعيب يتباع بالمبلغ ده ويرجع بمبلغ اعلى وفي شهر ونص. حط لها توم وسيبها يوم، حط لها جل وسيبها في الظل، حط لها قطره وسيبها فتره، لان واضح انك عندك شياط تحت الباط من الاخ امام عاشور. مش واخد حاجه في الملعب، والله. انا قلت لك كلمه في الاول، هيما قلت لك الناس بتبص على الاسيست والجون. وفي ناس مش عارفه يعني ايه كباص اللي انت بتتكلم عليه. انا عامل السنه دي مثلا بتاع 6 7 8 كباص، بس ما حدش عارف الحاجات دي. وفي ناس بقول لك يا هيما، احنا بقينا دلوقتي بندور على صاحب اللقطه او صاحب الترند عشان نديها له. في ناس كتير مظلومه. هو انت بتسمع صوت السوليه؟ لا. حد بيتكلم عليه؟ لا. طيب ليه؟ تسمع صوت علي معلول؟ بس الناس عارفه. تسمع حاجه عن لا، بس الناس بتصيط علي معلول، الناس بتصيط السوليه، الناس بتصيط قفشه. مش فاهم دماغي، انا فاهم دماغك اللي انت بتتكلم فيها، التاريخ وبتاع. هو بيتصيطوا عشان ده اجباري عليهم، عشان هم عملوا تاريخ. طيب مالك في ايه؟ حد بيتكلم عن متولي؟ مصاب، بيتصاب ويرجع، بيتصاب ويرجع. بس لما رجع وكان فت كان جامد. حلو يا اخي، انا اديته حقه يا اخي. ماشي. لما بيتصاب حد بيفتكر حد؟ لا. ماشي، ما دي حاجات مش حلوه. احنا بندور بقى على الناس اللي هي صاحبه الشو واللقطات والكلام الحلو، وعايزين نديهم. واسوأ حاجه يوم دلوقتي احنا فيها السوشيال ميديا.
انت عايز تقول انه في لعيبه بتاخد لقطه ما بتلعبش كوره؟ في لعيب طبعا. مفيش لعيبه في النادي الاهلي تاخد لقطه. امام عاشور حقه يتصيد بكورته بادائه وكل لعيب، وانت لما جبت القضيه تصيدت. ركز بقى عشان كلامك ده خلينا تصيد على روحي. حاجه كابتن حسام حسن خدنا الدوري وخدنا بتاع، طلع قال لي والله انا زملكاوي. انا بقول لك اهو، حسام حسن قال لك انا زملكاوي، اقسم بالله العلي العظيم في وقتها. في وقتها قال لي والله انا زملكاوي جدا وبحب الزمالك وعايز الزمالك يكسب على طول. ابراهيم سعيد وهو موجود في نادي الزمالك كان زملكاوي غير طبيعي، بيحب النادي ومن صغره وهو بيحب النادي. وعايز اقول فكرتني بحاجه ميدو سريعا. ابراهيم سعيد بيطالب. انا ما فكرتكش بحاجه. لا لا فكرتني انت انا ماشي. ابراهيم سعيد بيطالب باعتزال شيكابالا، صح؟ وانه لازم يعتزل، صح؟ طب اسالك سؤال، مش ابراهيم سعيد بعد ما اعتزل وكان مش قادر مش جالك وقال انا عايز العب في الزمالك وانزل اسبوعين؟ لا هو ابراهيم يعني احنا حاولنا نرجعه يلعب وهو كان عايز ويتمرن وهو كان عايز بصراحه وهو كان عايز طبعا صح. وهو كان عايز وانت في النهايه لقيته مش قادر، صح ولا لا؟ طب هسال سؤال بقى. لا في النهايه التوقيت يعني التوقيت ما كانش مناسب. ماشي. بس بصراحه هو في التدريبات كان كويس. ماشي انا هنا بقى السؤال. ماشي. هنا السؤال ازاي هو يطالب شيكابالا بالاعتزال وهو نفسه بعد ما اعتزل عايز يرجع؟ يعني خلي القرار ده بتاع شيكابالا، بتاع ابراهيم سعيد، بتاع اي حد بيلعب. انا اعتزلت وعايز ارجع. يا عم هو بيتكلم على الكتب السماويه، هو رايه ان شيكابالا بطل هو حر، الاعلام يقول اللي هو عايزه. ما انتوا قعدتوا تتكلموا على وليد سليمان وحسام غالي ان هم يبطلوا، واصلا شيكابالا مبطل، عايزينه يبطل، هو اساسا مبطل. يا رب يكمل. طبعا كتير. اقول لك على حاجه، اقول لك على لعيب ما كنتش عايز اتكلم على لعيبه بس انا عشان بحب الناس دي يعني. كريم ندفد. كريم ندفد صح؟ ماله؟ عارف كريم ندفد؟ يعني عارف في حد ما يعرفش كريم ندفد؟ كريم ندفد ده يا هيما من انظف واحسن الشخصيات اللي ممكن تتعامل معاها في تاريخ الكوره. والله العظيم اقسم بالله. وقائد ومحترم ولاعيب كبير جدا جدا جدا. حد بيتكلم عليه؟ حد بيديله حقه لما بيلعب؟ لا، بس بيجيبوا واحد تاني كده عشان يعملوا تك اي حاجه الناحيه التانيه او هنا او هنا ويسيبوا ده. بيجيبوا مين اللي بيجيبه؟ اي حد. الاصحاب بقى، الناس اللي هي بتحب تركب الترندات وتحب تطلع على السوشيال ميديا والكلام ده كله. ندفد ده لما بيلعب لعيب كبير. جه من الاصابه لعب ماتش الزمالك بتاع الكاس اللي احنا كسبناه اللي بقول لك عليه. ايوه. ويجي من الاصابه ويلعب ويبقى كويس. تقصد حد بعينه ولا انا لا ما بقصدش حد بعيني. في ناس كتير. في ناس كتير. شغالين احنا تلقيح وغيره من امام واضحه قوي في كل الكلام. انما ايه استني ايه من اللعيب لما طلب مشروب قال لك عايز شاي بلبن وفايش ونمدد بقى ونقعد نتكلم على امام عاشور وبتاع. يا عم ارحمنا بقى يا عم. لو مش بتعرف تتكلم ما تطلعش تتكلم وتتعب قلبنا. لو تابعت الحلقه رغيتنا في التمرين سيبانيس المستمرة فاستثنسها. انت تاكد انك مدينا لايك، ما تيجي فيديو بشريف كرامه لكل شيء على كل مكان. استنونا نحن هني نانا فيديوهات كتير ضرب نار. سلام.